امتحانات ثانويه عامه قربت، واي حد مر بالسنه دي مش هينسى قد ايه التفتيش الذاتي كان بيعمل له ازمه، وده لمعظم الطلاب. ده غير انه بيوترهم جدا، ودي حاجه انا شخصيا واصحابي مرينا بيها. وحتى لو دي حاجه شايفينها صغيره، فتعرضت لللمس اكتر من مره حتى لو من بنت زيك بشكل غريب، وان كان تحت مسمى التفتيش، هي حاجه موتره جدا. ودي اخر حاجه الطلاب محتاجينها جنب توتر الامتحان نفسه. لازم نبقى عارفين ان التفتيش باللمس هي حاجه غير قانونيه، وتعليمات الوزاره ان يتم التفتيش بالعصايه الالكترونيه 3 مرات بس، مش باي طريقه تانية. ولو حصل لك غير كده تقدري تقدمي شكوى بواحده من الطرق دي. اولا تتكلمي مع مدير اللجنه، ولو المشكله ما اتحلتش يبقى عن طريق خط شكاوي الوزاره 16528، او موقع شكاوي وزاره التربيه والتعليم، او موقع الشكاوي الخاصه بثانويه عامه، او حتى موقع شكاوي مجلس الوزاره. الوزاره اتدخلت السنه اللي فاتت، وكتير من المدارس اتمنع فيها التفتيش الذاتي. بجد لو كنت اعرف حاجه زي كده قبل امتحاناتي ما كنتش سكت. لكننا بنعمل فيديو دلوقتي عشان ما فيش اي طالب يتعرض تاني للموقف ده. بلغوا الوزاره وما تخافوش.